هل كنت تتخيل ان شركه كانت بتصنع اجهزه الراديو وادوات الكهرباء تتحول لشركه من اكبر الشركات اللي بتصنع الموتوسيكلات في العالم؟ لا والله. النهارده هكلمك عن شركه دوجاتي، وخصوصا دوجاتي بانيجالي من اول ما صنعوه في سنه 2012 لحد وقتنا ده. وبالمناسبه اسم الموتوسيكل دوت مستوحى من المدينه اللي تاسست فيها الشركه، وهي في مدينه بنوليا في بانيجالي في ايطاليا. الموتوسيكل دوت اول لما اتعمل كان 1199 سي سي، 2 سلندر، بيطلع 195 هورس باور و117 نيوتن متر. الموتوسيكل وزنه دراي يعني من غير سوائل اللي فيه زي البنزين والزيت والميه، كان 164 كيلو جرام. والتوب سبيد بتاعته زي ما الشركه بتقول 285 كيلو متر في الساعه. وكل الارقام اللي انا قلتها لك ديت كانت في الوقت دوت خرافيه، وحطت الموتوسيكل والشركه في حته ثانيه خالص في عالم الموتوسيكلات. في 2013 عملوا نسخه دوجاتي بانيجالي اس، عملوا مساعد امامي كهرباء وحطوا فيها مساعد اتزان. الجنوط كانت اخف، والبايك كان فيه منه اجزاء كربون فايبر. كانت مواصفات الموتور بتاعه 1199 سي سي و195 هورس باور و133 نيوتن متر، والوزن بتاعه جاف يعني من غير السوائل 164 كيلو جرام. اما التوب سبيد زي ما الشركه بتقول 296 كيلو متر في الساعه. وفي سنه 2013 عملوا نسخه دوجاتي بانيجالي ار، ودي نسخه مخصصه بس للحلبات. وفي نفس السنه دي كسبت دوجاتي بالموتوسيكل دوت وورلد اس بي كي، وديت بطوله عالميه لسباق الموتوسيكلات. خففوا اجزاء في الموتور وحسنوا الايرودايناميك، فبقى الموتور دوت بيطلع 1199 سي سي و198 هورس باور، والعزم بتاعه 133 نيوتن متر، والوزن 163 كيلو جرام، والتوب سبيد زي ما الشركه بتقول 269 كيلو متر في الساعه. 2014 ومع دوجاتي بانيجالي 899، وده يعتبر الاخ الاصغر للموديلات اللي فاتت. عملوا الموتوسيكل دوت عشان يستهدف الناس اللي عايزه موتوسيكل قوي بس بحجم اخف، وفي نفس الوقت يكون للاستخدام اليومي. فبقى الموتور بتاعه بيطلع 898 سي سي، وبيطلع 148 هورس باور، والعزم بتاعه 99 نيوتن متر. اما الوزن بتاعه جاف 169 كيلو جرام. توب سبيد زي ما الشركه بتقول 259 كيلو متر في الساعه. في 2015 ظهرت نسخه دوجاتي بانيجالي 1299. انت متخيل الرقم دوت كان عامل رعب للشركات، كان مخلي الموتوسيكل والشركه زي ما قلت لك قبل كده في حته ثانيه. زودوا السيسيهات، كان في 10 هورس باور زياده، 10% عزم اقوى. فبقى الموتور بتاعه بيطلع 1285 سي سي و205 هورس باور، والعزم بتاعه 145 نيوتن متر. وزن الموتوسيكل دوت 166 كيلو جرام. توب سبيد كانت 299 كيلو متر في الساعه. كمان حسنوا نظام الفرامل والايرودايناميك، كل ده خلوه احسن واسهل في السواقه. وبالمناسبه في 2015 ديت عملوا فيها 3 موديلات من نفس النوع ده، نسخه الدوجاتي بانيجالي العاديه اللي احنا لسه متكلمين عنها، والنسخه الثانيه هي دوجاتي بانيجالي الاس، وهو نفس المواصفات كل حاجه والارقام اللي احنا قلنا عليها قبل كده، بس عدلوا شويه في المقابض وكمان عدلوا في المساعدين الخلفي. والنسخه الثالثه اللي عملوها في نفس السنه وهي الدوجاتي بانيجالي ار، ودي كانت مخصصه للحلبات. غيروا اجزاء في الموتور والديسك، وده خلى وزن البايك يزيد شويه، فكان بيطلع 1285 سي سي و209 هورس باور. اما الوزن 168 كيلو جرام. توب سبيد 299 كيلو متر في الساعه. سنه 2019 كانت نهايه نسخه دوجاتي بانيجالي 1299 وسموها الفاينل اديشن. وهتلاقي النسخه دي مميزاتها الفبر بتاعها اللي كان على شكل علم ايطاليا. في 2016 عملوا دوجاتي بانيجالي 959، ودي نسخه محسنه من دوجاتي بانيجالي 899 اللي اتكلمنا عنه في الاول. فكان مواصفات الموتور بتاعه 955 سي سي، 150 هورس باور، على عزم 107 نيوتن متر، وكان الوزن بتاعه جاف 176 كيلو جرام. اما التوب سبيد 274 كيلو متر في الساعه. في 2018 عملوا نسخه اسمها كروس 959، نفس الارقام في الموتور اللي اتكلمنا عليها في ال 959 العادي، بس حسنوا شويه في شكل الموتوسيكل وحطوا مساعد اتزان، وكمان البطاريه بتاعته كانت ليثيوم. في اخر سنه 2018 عملوا موتوسيكل الفي 2، كان اداء عالمي بين التصميم والتكنولوجيا. الموتور بتاعه كان بيطلع 955 سي سي، 155 هورس باور، كان وزن الموتوسيكل دوت 176 كيلو جرام. توب سبيد بتاعته كانت 257 كيلو متر في الساعه. في بدايه سنه 2019 دوجاتي اخيرا الحمد لله ربنا كرمهم وبداوا يعملوا مواتير 4 سلندر، فعملوا موتور في 4 يعني اول ما يشطح ينطح. فكان الموتوسيكل دوت بيطلع 1103 سي سي و214 هورس باور، وكان الوزن بتاعه 175 كيلو جرام. اما التوب سبيد كانت 322 كيلو متر في الساعه. السرعه دي يا جماعه نفسي اوصل لها بصراحه. وما تنساش ان دوجاتي بتحب تعمل 3 نسخ من الموتوسيكلات دي، ففي نفس السنه عملوا نسخه الاس، حسنوا في التصميم وحطوا وينجلت ومساعدين كهرباء ومساعد اتزان، وبرده حطوا فيه بطاريه ليثيوم. اما بالنسبه للوزن بتاعه فبقى اقل
كيلو واحد بس، فبقى الوزن 174 كيلو جرام. وفي اخر 2019 عملوا نسخه الفي 4 ار، كان معمول للاستخدام في الشارع والتراك في نفس الوقت، وبرده كان الهدف منه اللي هو يكسب بطوله وورلد اس بي كي شامبيونشيب. الموتور بتاعه في 4 بيطلع 998 سي سي و221 هورس باور، اما العزم بتاعه كان 112 نيوتن متر، والوزن بتاعه كان 172 كيلو جرام. توب سبيد كانت 299 كيلو متر في الساعه. الموتوسيكل رقم 15 واللي تم تصنيعه في سنه 2020 نسخه الفي 4 اس بي، نفس الشكل بتاع الفي 4 اس بس حسنوا الدبرياج. بالنسبه للجنود بتاعته كانت كربون فايبر، كمان حسنوا الدواسات بتاعته. المواصفات بتاعه الموتور دوت كان بيطلع 1103 سي سي و214 هورس باور، العزم بتاعه كان 124 نيوتن متر، والوزن بتاعه 173 كيلو جرام. كل دوت كان بيخليك تمشي على 299 كيلو متر في الساعه. الشكل دوت فضل مستمر معانا لحد نص 2024، لحد ما هتيجي دوجاتي وهتفاجئنا بالشكل الجديد اللي تم الاعلان عنه في شهر 7 2024، وعملت دوجاتي بنيجالي في 4 اللي كان كل حاجه فيه مختلفه تماما. شكل جديد، شاسيه جديد، الفرامل جديده خالص، الجنط نفسه كل المقاسات اللي فيه مختلفه تماما. انا بالنسبه لي الشكل اللي قبل دوت كان احسن بكتير من الشكل اللي موجود دلوقتي. ممكن دوت اختلاف وجهات نظر، فانا عايزك دلوقتي تكتب لي في الكومنتات انهي شكل في الموديلات اللي فاتت ديت كان احسن. كان معاكم رمزه وزيت، وديت سلسله حلقات بنعملها عن موديلات الموتوسيكلات، فقول لي عايز اعمل لك انهي موتوسيكل واتكلم لك عليه في الفيديو اللي جاي. سلام.